انا لي تجارب كثير في الدايت، ومره نحفت 40 كيلو خلال تقريبا 3 شهور 4 شهور، ومره نحفت تجارب كثيره في اليوتيوب وغير اليوتيوب وسناب شات. المهم خليني اقول لكم من تجربتي ايش اهم 3 اشياء او 4 اشياء تخلي الدايت تبعك ناجح في السنوات الجايه. 3 اشياء اساسيه لما تيجي تسوي دايت، او انك انت حابب تخسر وزنك او تبني عضل اللي بدك اياه، تغير يعني من حياتك حتى تقدر تقيس على الحياه. الشيء الاول انك لا تستعجل النتائج. من الاخطاء اللي انا وقعت فيها انك مستعجل النتائج، يعني لازم انحف 20 كيلو في شهرين، لازم يجي رمضان انحف في رمضان 10 كيلو، واذا ما نحفت مثلا 5 كيلو او 3 كيلو اول اسبوع راح ابطل، لاني ما شفت فيه نتيجه. فراح يكون في عدم تحقيق النتائج السريعه، راح يكون له مردود عليك سيء، اللي هو انه راح يحطمك، راح تيأس. فاول شيء لا تستعجل النتائج. 2 المرونه في الاهداف يا جماعه الخير. يعني مثلا انا ماشي في برنامج الغذائي، حبيت اخربها اليوم او خربتها اليوم، ما احسس نفسي في الذنب، ما اقول يا رب يا ريتني ما اكلت، يا ريتني ما خربت، يا ريتني ما لا عادي، خربها وكله، والامور جدا سهله. ترجع بكره، ما رجعت بكره ارجع بعد بكره، بكل بساطه، بس بدون ما تضغط على نفسك، تضغط على حالك. كذلك الرياضه، لو ما سويت الرياضه اليوم عادي، مو لازم تسوي الرياضه ساعه كامله، ممكن تقدر تسوي نص ساعه. ما قدرت تسوي نص ساعه سوي 10 دقائق، لازم تكون مرن. ثالث نقطه اللي هي الحرمان، اهم شيء واهم نقطه، لا تحرم نفسك ابدا من اي شيء كان. الحرمان هو السبب الاكبر لانك ايش تبطل اهداف. انا ها وخرب شعري عادي، بس عرفتوا الحرمان جدا سيء. لا تحرم حالك من اي شيء كان، جاء بالك اي شيء كان كله، لانه لما تحرم نفسك تحرم حالك راح ترجع بشراهه للشيء اللي انحرمت منه. عشان هيك خلي النظام عندك مرن. النقطه اللي قبل شوي. النقطه الرابعه، حاول انك تمشي مكان ما في ذبان. تخيلوا مع الهواء تجيك ذبانه والله مشكله، كان بتكلم خايف تكمل المريء ذبانه. باذن الله الايام الجايه راح اقول لكم البرنامج اللي انا مشيت عليه ان شاء الله تعالى، اللي انا مشيت عليه وماشي عليه للحين، راح اقول لكم عليه في سنابات جايه باذن الله ايام جايه. اخر شيء حاب اقول لكم عنه تجربتي في الاشتراك مع مدرب اونلاين، لازم اقول لكم عنها هذه.